السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من حكاوي من أمريكا، والنهاردة عند روزز ديسكاونت ستور. هو مش اوتلت بالمعنى المفهوم، ولكن هو ديسكاونت ستور. يلا خلينا ندخل ونتفرج ونشوف عنده ايه. طيب دخلنا روزز ديسكاونت ستور، خلينا ناخد كده نظرة بعيدة شوية نشوف عنده ايه، وبعد كده ندخل بقى نتفرج نفصص شوية. طبعا هو المحل كبير وعنده حاجات كتير جدا ومتنوعة، ف يعني معرفش اللي انا نقدر نخلصه في فيديو ولا واحد ولا لا. 5 كاشيرز، والمحل دوت انا اكتشفته بالصدفة الحقيقة. تعالوا ندخل في الاول. بيبقوا حاطين الترابيزات اللي عليها حاجات ديسكاونتد. الحاجات دي حلوة قوي بصراحة. يعني بصوا يا جماعة، حاجات رجالي بيجامات اللي هي الصوف دوت حلوة جدا، والست دي ما بلاقيهاش في كل مكان. دول كلهم ب10 دولار. بصوا اهي 9.99. كل السيتس ديت اهو ب10 دولار. بص ديت اهي التوب بالبنطلون، حلوين جدا جدا جدا، ومن الواضح ان في روب كمان. تمام. هنا برضو الترابيزة التانية ديت عليها بطاطين وعليها بيجامات برضو اهي. معرفش انتوا بنسميها في مصر البيجامات الدفاية وحاجات زي كده. 9 برضو دولار و10 دولار زي ما انتوا شايفين التيكيتات عليها اهيت. نشوف الترابيزة اللي بعديها. ديت حاجات هنا كده على الجنب، اكسسوارات. بس يعني هو المحل دوت انا ديت تاني مرة ادخله الحقيقة. هو ميزته ان عنده حاجات لطيفة، بس مفيش ولا حاجة فيها براند الحقيقة. يعني البراندات عنده قليلة جدا، شحيحة يعني، ولكن الحاجات اللي عنده كلها جينيريك وشغالة لطيفة يعني. يعني مثلا بصوا ديت اهي 12 دولار. سيتس للشاور ديت هتلاقيها برضو في حدود 8 9 10 دولار. هي ديت الافريج بتاع المحل هنا اهوت، مش محطوط عليها سعر، بس تقريبا في الافريج دوت يعني. دي ده الجيل يو في نيل دراير دوت اللي بينشف الضوافر. يو في حلو قوي سعره. انا عارف ان سعره اغلى من كده بكتير. ديت برضو اكسسوارات تانية رجالي، شرابات، محافظ، كرافتات، حاجات جيدجتس عادية. اوكي كوفيات ديت حلوة، ديت حلوة مش موجودة يعني كتير في امريكا. كان بقى السعر بتاعها؟ نشوف كده. روزيس 7 دولار، مش بطلة، بس ديت تقلب على حريمي شوية، وغالبا ان هم دول حريمي يعني. ده سيكشن كله حريمي. اوكي تعالوا بقى نروح نشوف الملابس. بصوا في الهوديز ديت اهي، دول كلهم ب10 دولار. اي حاجة ب10 دولار، مش طوال قوي وطوال حريمي طبعا. في واحدة وقعت. زي ما قلنا يعني مفيش حاجة الحقيقة، مش شايف حاجة براند يعني، ولكن حاجات لطيفة. 10 11 12 دولار بتأدي الغرض. جاكيت زي دوت برضو كويس، مش براند. بكام دوت؟ خلينا نشوف السعر بتاعه. 24 دولار. انا شايفه غالي شوية، لان ممكن الواحد يجيب حاجة براند بالسعر دوت. دول ب19 دولار. طبعا بقى يعني ايه، انت هتقعد تلف وانت هتقعدي تلفي طبعا ايه، هتجيبي حاجات كويسة. الستات بيبقوا شاطرين في المحلات اللي زي ديت، بيفلوها الحقيقة يعني، وبيطلعوا منها حاجات كويسة. بصوا الشنط بقى ب30 دولار، 29.99، وب 59.99 اللي هي كام؟ هتلاقيها ال 24 وال 28. الصغيرة ب30 والكبيرة ب60. سعر برضو عادي، مش دول كليرنس. تعالوا بقى لما نشوف الكليرنس ده يعني حاطينهم بكام. بصوا شوف البتاع دول، حاجات حريمي يعني. انا بس عايز اشوف السعر يدينا انديكيشن كده اهو.
الكليرنس عندهم في حدود $7. حلوة البتاع ديت اهي، تي شيرت اشلي بلو اسمها. في البتاع الصغيرة التوب ديت دي معرفش عبارة عن ايه الحقيقة، بس هنشوفها بكام. $5. كويس، حلو. يعني هنا السكشن ده بيتراوح من 6 اهو، 7 8 مثلا. ده 8 بنطلونات دي. معرفش البنطلونات دي بنطلونات بيجامات يعني ولا ايه. اهي ماشي كويس. دول السكشن اللي فيه كليرنس. دي بنطلونات جينز برضه حريمي، وديت حاجات ليه اهي. كويس، لقينا ماركة ومش محطوط فيها، هم حاطين بس ليه وخلاص. وديت ترانجلر وما فيهاش حاجة رانجلر. والبتاع الباسكتس دي بيبقى فيها تيشرتات وكده، بس بتبقى شغالة كويسة يعني. طيب ماشي، تعالوا نروح نبص على الشنط. انا عارف ان السيدات بيحبوا قصة الشنط ديت. هل في حاجة منها براند؟ جونز نيويورك، ما فيش براندات معروفة أوي، بس ديت كويسة $5 اهي يعني. وعنده حاجات لطيفة دوت بالنسبة لسكشن هدوم. واحلى حاجة عنده بقى ان ايه، عنده يعني سكشن هدوم كويس يعني، مليان مش وحش. وعنده كمان سكشن اكل وحاجات منزلية قوية جدا. تعالوا بقى نروح نبص عليها علشان ايه ما نطولش. دي كل ديت ملابس حريمي اهي، ده السكشن الحريمي. طيب ماشي، هما مهتمين بسكشن الحريمي يعني. انا الرجالي مفيش كتير قوي الحقيقة. ده $9. اوكي. وده الهوديز $10. الفساتين ديت الدريسز ديت $17 اهي. اوكي. ودي برضو $17. اي دريس $17. هما ايه كده عندهم يعني ايه، حافظين مش فاهمين. شوزات مفيش ولا حاجة فيها براند طبعا، بس بصوا الشوز دي $4. 24 $25 غالية. وديت شوية اكسسوارز. وديت كمان سيكشن شنط هناك اهو. تعالوا نبص عليه بسرعة كده. دي شنطة بيبي كويسة، مش بطالة. بس هو من الواضح ان الحاجات البراند عنده غالية يعني، هتلاقوا سعرها غالي. مش دي $10. بس دي ايه دي مش براند دي. مش عارف اسمها ايه، مش براند. اوكي. هي في كام شنطة بيبي وبس على كده متهيألي يعني. ملابس داخلية. مهم. اوكي طيب ماشي. ممكن نبقى نعمل لايف من المحل دوت. لو عايزين نعمل لايف نعمل لايف، اكتبوا لي في الكومنتس. طبعا يا جماعة اللي بيتفرج معانا ما ينساش يصلي على رسول الله، يسبح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا بتفتح كل الأبواب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أو من غير يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أتليست بعد المغرب وبعد الفجر. خلوا حياتكم دنيا ودين. زي ما انتم شايفين هو بالسكشن ده $6. وديت البنطلونات اللي هي البيجامات اللي هي بنقول عليها في مصر دفايات وكده. ده بقى $3 ارخص حاجة، و$4 البتاع ده. انا ما اعرفش ده ايه بالظبط يعني، ولكن هو $4. سليب تي شيرت. دخلنا بقى في الحاجات الرجالي شوية والحمد لله. طيب حاجات الرجالي بتاع دي $38 فعلا. لا ب39. $10. والسعر الأساسي 38. أوكي.
والتيشيرت دي كويسة بس مش براند، تبقى في حدود $10 برضو. عنده حاجات متعلقة اهيت، يعني افريج بتاعه 10 11 $12 بس للأسف مفيش حاجات براندات يعني. يعني راس ممكن تطلع منه حاجات احسن، برلينتون تطلع منه حاجات احسن، والمارت طبعا طبعا طلع منه حاجات احسن. وبعدين يا جماعة اكتبوا لي في التعليقات انتوا عايزين تتفرجوا عليه. تعالوا نشوف الحزمة دي. حزمة تعبانة مش، لا تعبانة مش قوي يعني. طيب ماشي. بنطلونات ديت ب 699 اللي هي نص البيجامة اللي احنا شفناها هناك اللي ب $10 في المدخل، ديت بس البنطلون ب $7. حلوة البنطلونات كويسة جدا. دول رانجلر كويس، اللي عندهم شوية رانجلرز اهو. بكام الرانجلر؟ والله حلو ده $12. رانجلر ب $12. يبقى الرانجلرز اهو كلهم محطوط عليهم 11.99. كل الرانجلرز ديت ب $12. طلعنا بحاجة اهو، طلعنا بحاجة يا جماعة، مبروك. طيب انا بقول لكم يعني هتقعدوا تلفوا لازم هتطلعوا بحاجة. الكابات ديت هتلاقيها ب 699 برضه اهي، بس مفيش حاجة فيها يعني. ده بكام؟ $7. $7 غالي شوية. اوكي، حاجات المنزلية بقى. يعني بصوا ديت الأحذية الحريمي عاملين لها سكشن هناك اهو، عاملين في أحذية بيبي يعني. خلينا نشوف. ده مش حلو قوي الحقيقة يعني، بس عايزين نعرف بكام. اهو $25 غالي. شايف $25 ده غالي، نقدر نجيب حاجات احسن ب$25. طيب كل ديت الحاجات المنزلية. وفي عندهم كمان الحاجات بتاعت العربيات، حاجات المطبخ. نشوف حاجات المطبخ. حلو السكشن ده. بصوا ده $5. ديت $5 اهي. اوكي، ودول فلاسكس مية وحاجات متنوعة كويسة ديت برضه. شوف بكام. طيب ده بكام؟ ده بكام يا جماعة؟ انتوا بتهرجوا. $49 ايه؟ معقولة؟ بصوا معايا كده، يا اما مكتوب غلط بقى. لا $499. كده مظبوط $5. وده $7. بس هو $99 دي عاملينها كبيرة، المفروض تبقى صغيرة. فده $499 $5. اوكي شغال. يعني بلاستيك كله. اوكي، السكشن ده كله $499. هنا الحاجات ديت $199. يعني هم مقسمينها كده، حاجات مطبخ اغلى حاجة $5 وتبتدي من $2. اهو عندكم اهي شواية اهي صغننة جريل ب $10.99. حلوة دي، حلو. بس هو حاطين هنا 24. اوكي، مش عارف بقى هل الحاجة كلها هنا ب24 ممكن. وتعالوا نشوفوا الاير فراير. كام الاير فراير؟ تقريبا $60. اهي دي معرفش البتاع دي، تقريبا قلاية ب50. والاير فراير تقريبا هتبقى في حوالي $60. خلاطات زي ما انتوا شايفين، يعني اللي انتوا تتمنوه الحقيقة. يعني الواحد لو هيشتري بس كده عشان عايز يشتري يبقى غلط، لكن لو انت محتاج حاجة وبتشتريها اعتقد ان المحل ده هيبقى مناسب. يعني اعتقد ان المحل ده هيبقى مناسب. بصوا يا جماعة $1 $150 شامبوهات وحاجات. دي الحاجات اللي موجودة عند
ال1 دولار ستور اهي كلها بدولار، دولار ونص. بصوا التريزيمي ديت اهو، ده احنا كنا شفناه في كروجر وفي الصيدليه بتاع كروجر. بصوا على الحلقه بتاع كروجر، كنا شايفينه بحوالي مش فاكر 8 دولار 9 دولار حاجه زي كده. فانتوا شفتوا بقى التفاوت في الاسعار، يعني في ايتم واحد ممكن 3 4 دولار توفرهم. على فكره يا جماعه الدولار هنا في امريكا مش زي الجنيه، يعني الجنيه بصراحه يعني مسكين، يعني بيصعب عليا، متهان جامد. اوكي، لكن الدولار هنا ليه قيمته. يعني هنا الدولار مهما كان ليه قيمته. يعني انا لو في واحد هوملس او واحد طبعا شحات هنا واديته دولار هيبقى مبسوط يعني. لكن انت لو اديت جنيه لحد في مصر ممكن يضربوا ويخبطوا في وشك يعني. ولو حد سايس عربيات يعني او كده يعني مش هياخدوا منك، ما بياخدوش غير الورق دلوقتي 5 جنيه 10 جنيه وانت طالع. لكن جنيه ده ما فيش حد ما بياخد جنيه. بصوا حاجات العربية اهي برضه حاجات كويسة واسعارها مش بطالة. فطبعا لا، الدولار ليه احترامه هنا مهما كان، والدنيا غليت مهما كان الدولار ليه احترامه. لان متوسط الدخل من 3000 ل 4000. احنا ما اتكلمناش خالص عن روزز. طيب ماشي، انا هعملها بقى في الشورتس، انتوا تابعوا الشورتات. الشورتس هنكلمكم فيه عن روزز وكم فرع وباع بكام وكل المعلومات بتاعته. طيب اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتم بالجولة. كان معاكم محمد من حكاوي من امريكا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وما تنسوش تصلوا على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.